السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي نسيبة عمامرة. ان شاء الله تكونوا في احسن حال وتكونوا هانيين في حياتكم. اليوم جيتكم موديل جديد قاطو بزاف 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 بنين من هنا لوين راكم نتوما، يعني بنت وخيال. وفرحانة، انا فرحانة لاني عندي مدة ما خدمتش موديل جديد. اون بليس شاركتكم هذا الموديل مع الغاناج اللي كنتوا طلبتوه مني في قاطو. راح نخلي لكم راح نخلي لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف. يعني هذا الجاتو كنت خدمته عندي تبلي شهرين ولا، وهذا وين كتب ربي وشاركتكم هذا الجناج. هذا الجناج بمكونين، وهذا الجاتو فيه 3 طبقات، وكل طبقات من سيف اختها، وكل طبقة ما عندها حتى علاقة بذوق الطبقة الاخرى. شوفوا كيفاش يجي طري، يجي هايل، يجي ذوق مختلف. يعني قد ما نحكي لكم عليه غير شوية. يعني بنتو خيال. نروحوا لطريقة التحضير ما نطولش عليكم. هنا عندي 125 غرام مارغرين تكون بحرارة الغرفة، عندي 2 مغارف سكر جلاسي، وعندي مغرف كبيرة مايزينا، وعندي مغرف كبيرة زيت نباتي عادي، وعندي حبة بيض، وعندي نص مغرفة صغيرة فاني، وعندي رشة ملح، والفرينة اللي راح نلم بها هذا الخليط. هنا راح نخدم بالباتير. راح نجيب سكر جلاسي نغربلو على المارغرين، وراح نضيف مغرف كبيرة زيت تكون معمرة مليح اكيد، ونضيفو رشة الملح، ونخلطهم بالباتير. وتقدروا تخدموا هذا الكاطو باليد، ماشي شرط انكم تخدموه بالباتير، الشي اللي يكون متوفر عندكم، يعني ما يحتاجش تخلط كبير. هنا بعد ما نخلط بالباتير الزبدة مع السكر بيان. بعد ما خلطتهم راح نضيف البيضة الاولى ونخلطها شوية بالباتير. وهنا البيضة تكون صغيرة نوعا ما. بعد ما نخلط البيضة راح نضيف الفانيليا، مغرفة صغيرة فانيليا بودر ولا فانيليا كيت كيما حبيتو، ونخلطها. ومن بعد راح نضيف المايزينا، 2 مغارف كبار مايزينا، ونخلطهم. اكيد راح نغربلهم المكونات الجافة كامل نغربلها. بعد ما نخلطها راح نضيف الفرينة هنا كنت ديجا مغربلتها وخليتها، وراح نلم بها. هنا نلمو غير بالعقل، انا خدمت بالسباتيل غير من بعد باش لميت بيدي. المهم تكون باس طرية وما تلصقش وما نعجنوهاش. راح تحتاجوا تقريبا 250 غرام فرينة على حساب نوعية الفرينة اكيد. هنا راح نخدمهم في هذا الليمون، وانتم تقدروا تخدموهم في اي ليمون يكونوا متوفرين عندكم. بصح هذوم ليمون حسيتهم يجوا متحوفين مع شكل الغناش اللي في الاخير، راح يجوا شكل سنبلة، يجيو هايلين. احنا راح نفتحها بهذه الطريقة ونحاول الوسط شوي نرققها، ما نخليهاش خشينة، اما الاطراف نخليهم نوعا ما خشان. وبعد ما نكملهم راح ندخلهم الأحسن الفريجيدير ولا كونجيلاتور واحد 5 دقايق هاك باش تحكم لافاغ. وهنا جيت لافاغس. هنا عندي 100 غرام مارغرين تكون بحرارة الغرفة، عندي 2 بيضات ما يكونوش كبار، وعندي نص كاس سكر جلاسي اللي هو 70 غرام ولا 2 مغارف ونص كبار، عندي كاس كاوكاو يكون محمص ومرحي، ماشي بودر وماشي خشين، يعني ماشي بودر كما الكفتة بصح يكون نوعا ما رقيق. واحد 100 غرام كاوكاو محمص وملح رقيق، رشة خميرة الحلويات، وعطر الكراميل. هنا الزبدة كانت عندي 100 غرام، ضفت لها السكر جلاسي غربلته، وراح نخلط بالباتر بهذه الطريقة حتى نتحصل على خليط يكون كريمي. ومن بعد ضفت البيضة الاولى وراح نخلط هذا الخليط مع بعض، ومن بعد نضيف البيضة الثانية ونخلط تاني بالباتر. هنا من الأحسن يكون الباتر، راح يكون خير. وراح نضيف كاس الكاوكاو محمص ومرحي، نضيف مغرفة صغيرة خميرة، عفوا مغرفة صغيرة فاني، ورشة خميرة الحلويات، وقطرة من عطر الكراميل، ونخلط كامل هذه المكونات مع بعض. هنا واحد الريحة راهي تشهي ما شاء الله. وهنا راح ندير بوش وراح نحشي به، وعندي شوكولا الطلاء ولا شوكولاتة صيني اي نوع يكون متوفر عندكم، راح نحشي به كطبقة اولى. هنا ما نكثروش باش ما تخرج ليش. نحشي تارتولات بعد ما خرجتهم من الفريجيدير ولا كونجيلاتور، راح نحشيهم بهذه الطريقة، طبقة من الشوكولاتة ختيني ومن بعد طبقة من الحشو الثاني. وهنا ما نعمروهاش باسكو فيها شوية خميرة وفيها البيض راح تتنفخ لي.
وهنا بعد ما كملتهم كامل راح ندخلها الطيب، راح تاخذ لي تقريبا 13 دقيقة 11 دقيقة على حسب نوعية الفرن، وراح نشعل عليه غير من تحت. شوفوا كيفاش تحمرت وجات ما شاء الله كما يحب الخاطر. وهنا راح نخدم الجناش. هنا راح تحتاجوا 50 جرام شوكولا بلون مع 50 جرام طوفيا كراميل، نفس الميزان. راح نسخن طوفيا كراميل وراح نسخن شوكولا في حمام مائي، طبعا تكون سخونة سخونة بيان، ونخلطهم مع بعض ونبقى نخلط بيان بسرعة حتى نتحصل على هذا الجناش. شوفوا قوامه يجي هايل، خليوه يبرد في غرضه. شوفوا هنا هذا القوام اللي حبيته، يعني يكون يتشكل كرة، وهنا نحكم كرة نطريها شوية بيدي ونخدمها في الباش هيك باش تحصلوا على شكل يكون واقف ويكون مليح. يكون يعني يتشكل كرة وفي نفس الوقت يبدأ يبيض هذا الخليط، باسكو الشوكولا شوية تجمد. وراح نخدمه بهذه الطريقة، يعني غير بوش اللي كنت عندها اللي تكون عندها لا دوبي سبيسيال راح تستعملها، واللي ما عندهاش غير بوش جوتابل وتقصوا يعني يكون مايل بجنب وتستعملوا عادي. هنا راح نعاود لكم حبة، شوفوا كيفاش يعني، شوفوا فوالا. هنا اللي تحب تخليه بهذا الشكل تقدر تخليه يعني، ولا اللي تحب دير شكل سنبلة يكون عندها حبيبات بندق تكسرهم ويعني يكونوا خشان وتحطهم، ولا بهذا الكيردون دير شكل سنبلة ثاني يجي شكل روعة. شوفوا هنا راح نعاود لكم حبة يجي ما شاء الله. هنا هذه الكمية عطاتني 31 حبة، قد لاباط قد لافارس سوا سوا. حتى الجناش 500 جرام راح تجيكم سوا سوا بإذن الله. يعني هاي مقادير مضبوطة، إن شاء الله تجربوه هاك باش ما تبقى لكمش لافارس ولا تبقى لكم لاباط. 125 جرام راح تجيب لكم 100 عفوا 31 حبة، يعني راهي زاكية كمان بصح بهذا المول. شوفوا هنا كانت عندي كوموند معها جاتو الجوزة، يعني شحال من وحدة جربته ثاني وعجبها، ولا غير كاين مشتركات عيطولي من ولايات اخرى باتنا قسنطينة وجربوه عجبهم وطرح قلهم في الذوق جا هايل. وهنا كنت زينتها بشوية ورق الذهب. وفوالا هذه هي النتيجة، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله نكون خفيفة عليكم ووصلت لكم المعلومة. ما تنسوش تخلوا لي آرائكم الطيبة في التعليقات، واي استفسار مرحبا وسهلا بكم، ولا اي نوع تكونوا حابين تطلبوه. ان شاء الله تدعموني بجيم وتخلوا لي تعليقاتكم الطيبة. اذا عجبكم المحتوى دمتم في رعاية الله.